السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم كده وصفه حلوه جدا للمولتو البيتي. هتغير مفهومكم خالص عن المعجنات، طراوه وريحه وطعم خيالي. يلا بينا نبدا على طول، وخليكي معايا للاخر عشان السر في التفاصيل. تفاصيل بسيطه جدا بس هتفرق معانا جدا في الخطوات. اهم حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا كده في الوصفه بتاعتنا. ولو اول مره تشوفيني اتمنى انك تنوريني بالاشتراك واللايك بتاعك، ونسمي الله ونبدا معانا في الوصفه. اول حاجه كده معايا بوله هحط فيها كوبايتين كده من الميه بالشكل ده كده، وهحط معاهم معلقه 3 معالق من اللبن البودر بالشكل ده. واللبن البودرة بيدي معانا طعم حلو قوي في المعجنات، وبيديها طراوه حلوه جدا. ونزلت كده بمعلقه وربع من الخميره، وهنزل بنص كوبايه كده من الزيت. بياض بيضه كده فصلنا عنها الصفار، سيبنا الصفار على جنب هنحتاجه في الاخر، هقولك هنعمل بيه ايه. وبننزل كده بالمكونات بتاعتنا واحده واحده. معايا بقى هنا كده نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة صغيرة كده من الخل. الخل طبعا والبيكنج باودر بيدينا كده مصحح حلو جدا للعجينة معانا. هنضربهم بقى كده مع بعض، وبعد كده هنزل بقى في الاخر بالدقيق بتاعي. معايا كيلو دقيق نخلاه كويس، وحط عليه رشة صغيرة من الملح، وما تزودوش معاكم الملح، هي رشة بسيطة كده خالص منها يعني. وبنزل بالدقيق كده شوية شوية، مش بنزل بيه مرة واحدة. بقلب كده معاه، اول ما بلاقيه ان هو اختفى بنزل بباقي الدقيق اللي معايا بالشكل ده كده. وهنقلب بردك بالاسباتيلا معانا بالشكل ده. والطريقه دي بتسهل معانا جامد في العجن، بالذات لو بنعجن على ايدنا. وطبعا الدقيق لسه هيحتاج معانا ميه. انا حطيت على فكره علبه زبادي، بس هي ما جاتش معانا، معرفش يعني الحته دي راحت فين. بس انا حطيت علبه زبادي صغيره معايا في المكونات اللي انا ضفتها. بتدينا طراوه وريحه حلوه وطعم حلو ومميز كده زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. وهنا بقى هنفضل نعجن فيها كده لمدة 10 دقايق ربع ساعة على قد يعني زي ما هي تحتاج معاكي. والمية ما بيبقاش ليها مقدار، يعني هي المية بتزودي كل ما العجينة بتحتاج معاكي شوية شوية. هي عجينة المولتو بتبقى ملزقة معانا سنة كده، مش ملزقة خالص معاكي، بس بتكون فيها سنة تلزيقة بسيطة معانا. هنا بقى كده كنت عجنتها خلاص لمدة كده 12 دقيقة معايا، وحطيت وغطيتها وحطيتها في مكان دافي لمدة كده نص ساعة. طبعا الجو حر جدا فهتاخد معاكي نص ساعة، مش هتاخد معاكي وقت خالص في التخمير. بعد ما بتختمر معايا بطلع منها الهواء، بقطع كده العجينة على 4 ارباع، وباخد كل ربع كده بفرده معايا بالشكل ده. بنرش تحتها دقيق وفوقيها بردك دقيق عشان تبقى سهلة معانا في العجن. وبالنشابة كده هنفردها لغاية ما تبقى مدورة معانا، ما ترققهاش قوي، يعني هي نص سنتي كده حلوة قوي. هنفضل نفرد فيها كده لغاية ما تبقى مدورة معانا بالشكل ده. وفي الوقت ده كده هحضر معايا بقى معلقتين زبدة، هما دول اللي هيفرقوا معانا في الطعم، وهيدوكي توريقة حلوة جدا من جوه وطعمه مميز زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. جربيها بنفس الطريقة دي هتعجبك جدا. وبعد كده ما فردنا الزبدة على العجينة كلها، هنقطعها بقى كده على 4 ارباع، وهناخد كل ربع هنقطعه على 4 او 3 زي ما انت حابة حجمها يعني. وهنحط بقى معانا شوكولاتة سايحة او شوكولاتة جامدة اللي موجودة عندك حطي. وانا كده كنت اديتها فتحة معايا بالسكينة بردك من ناحية كده الشوكولاتة، بس هي ما جاتش. وبلفها كده بالشكل ده، بفضل اشد والف عشان تديني الشكل بتاع المولتو اللي احنا بنجيبه بالظبط. يعني الطريقة بتاعته سهلة جدا وبسيطة. ومعايا بقى الدهن اللي احنا ندهنه بيه مع صفار البيضة اللي قلت لكم هنسيبه على جنب دلوقتي. حطيت عليه معلقتين من اللبن وظرف كده من الفانيليا، وهدهن بيه الوش بتاعه. وفي الوقت ده احنا مش هنحتاج ان احنا نسيب العجينة بعد التشكيل ان هي تخمر، لان الجو حر، هي تخمر معاكي بسرعة. قبل ما تخلص تشكيل هتكون اختمرت معاكي. هندخلها بقى على فرن سخن كده درجة حرارة 200 او اعلى درجة عندك عامة في المعجنات. واول ما بتطلع معانا يعني هي بتقعد في الفرن 10 دقايق، وبتولعي لها الشوايه كده لمده دقيقه تاخد معاكي لون حلو من فوق، وبعد كده بتطلعيها. واهم حاجه ان احنا نحرك الصاج طول ما هو في الفرن عشان تاخد لون موحد معاكي. وبعد ما بتطلع بقى كده بسيح معلقتين زبده كده على النار، وبدهن بيها الوش بتاعها اول ما الصاج يطلع وهي سخنه. بدهن بيها وشها وبغطيها كده عشان ترد الطراوه بتاعتها، يعني تطرى كده معاكي وبتبقى طعمها حلو. وبتديكي كده لمعه حلوه قوي معلقتين الزبده دي. والطراوه بقى مش قادره اقول لكم. وبعد بقى ما بيطلع بيكون بالطراوه والهشاشان ده، مش قادره اقول لكم طري وهشه قد ايه من جوه، طعمه حاجه كده بتكون تحفه بجد. الهشاشين بقى والشوكولاته سايحه من جوه بجد تحفه.
لو الفيديو بقى بتاع النهاردة كده عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رأيكم ايه في التعليقات، واشوفكم في وصفات حلوة كتيرة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.